التمرين ده لازم مينلي يشغل حاجتين، يشغل لك كتف خلفي مع انفراسباينيتس وتيرس ماينر. هنا بتلاقي التحميل بدأ يروح على مين؟ على روتيتور كف، فانت بتقول ان هو بيحمل على الانفراسباينيتس والتيرس ماينر والكتف الخلفي. دي حاجه. طيب الجزء الثاني، بص على اللاين اوف فورس. انت دلوقتي اللاين اوف فورس اهو في نهايه المدى الحركي، هتلاقي برضو ان قوه السحب بتاع الكيبل ده اقول لي من هنا هتبدا ان هي تروح على مين؟ على المفصل بتاع الكتف، فطبيعي هيكون في مسافه بتاثر على الكتف الخلفي. ما ينفعش تقول لي ان هو الكتف الخلفي ما بيشتغلش، ولكن الاجهاد عليه اكيد مش هيتساوى بتمرين زي ده، لان هنا مثلا اللاين اوف فورس بعيد جدا عن مين؟ عن الكتف، والحمل كله رايح على الكتف الخلفي، فاكيد ده افضل للكتف لو هنقارنهم. لكن ما ينفعش تيجي تقول لي ده مش شغال الكتف، شغال برضه للكتف، لان الحركه المفصليه حصلت، بلس ان هو لازم يبقى بيسحب العظمه عشان تحصل. غير كده انت اصلا بتحس بالكتف الخلفي بشكل كبير جدا وانت بتتمرن التمرين ده. خلاص الموضوع، التمرين عندك ده بيشغل كميه ايه؟ عضلات كتير جدا. ما ينفعش ان انت تقول الكتف الخلفي مش شغال او ان هو بياخد حمل قليل. ليه؟ لان ما دام الحركه دي حصلت كده كده بالنسبه لك الكتف شغال. لو الكتف كعضله اتشالت من مكانها، العظمه دي هتقوم عامله كده.